الكلام اللي هقوله ما ينفعش حد يعرف. ندى أخت حسن اليماني قالت لي إن يحيى اختفى. ندى؟ هي ويحيى بيحبوا بعض، عشان كده هي أكتر واحدة عارفة زين. قالت لي إنه الفترة الأخيرة تصرفاته بقيت غريبة، حاولت توصل له كتير ما عرفتش، جلجت فجأة قالت لي، عشان كده بعت لك رسالة من رقم تاني. كيان، خلينا قبل ندى من غير ما نعمل مشاكل. ينفع؟ تمام. قولي لي عامله ايه في المشغل؟ الحمد لله بخير. امال كيان فين؟ هي لسه ما رجعتش من الاقصر ولا ايه؟ قالت هتعوج شوي. ربنا يكون في عونها. كيان دي تستاهل كل خير. دي حتى مش سايبه ادم وهو بيدور على اخوه. زينة البنات والله. جنتي بتلطخي سمعه بنت خالتك. ان شاء الله تجيت على لساني يا خالتي. ده انا فاكره انها جايه لك. مش مصدقاني؟ طب شوفي صورهم. اوعاكي حد ياخد خبر بالموضوع ده، وبالاخص هاشم. كيف يعني اقول له؟ معقوله نوقع نفسنا في مشاكل ودم؟ وانا ليا حديث معاها بس ترجع. بس هو النبي يا خالتي بلاش تقولي لها ان انا اللي قلت لك، احسن تزعل مني. وانا ربنا يعلم بحبها كيف اختي بالظبط. ام هاشم، يا اهلا وسهلا، اتفضلي. مش جايه تضايف. خير؟ جايه اقول لك سيب الاقصر، عاود مطرح ما جيت. ولزومه ايه بس الكلام ده؟ مش هستنى لما اولادي يوقعوا في بعض بسببك. انسى ان كيان تكون ليك. ابوها رفضك زمان وانا هرفضك دلوقتي. اخوها لو عرف انك بتقابلها هيقتلك. انت مش قد عيله الحارس، وكفايه اللي حصل لابوك بسببك. سيب الاقصر وارحل. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watch.com.